مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة زي ما انت شايفة هنعمل فيديو بسيط قوي قوي قوي. زي ما انت شايفة هنعمل الحجازية الاسكندراني. حاجة للفطار كده خفيفة، متاخدش وقت، ما بتاخدش تكاليف كتير. بنص كيلو سميد وكوبايتين دقيق هنعمل الصينية الكبيرة دي كلها. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. والمكونات بتاعتي دي كوبايتين دقيق، نفس الكوبايه دي هحط عليهم كوبايتين سميد. طبعا دقيق منخلاه برضو، هحط عليهم كوبايتين سميد، سميد وسط. قبل اي حاجه نص كوبايه ميه احط عليها باكل الخميره، معلقتين سكر، اسيبها على جنب كده واغطيها 5 دقايق. لازم اتاكد من الخميره بتاعتي. لو انت لسه بتستعمليها على طول او جايباها جديده مش عايزه تعملي المرحله دي، اغطيها واحطها على جنب. وهنا زي ما قلت لكم كوبايتين الدقيق عليهم كوبايتين سميد، عليهم حوالي كده هو نص كوبايه سكر. واقلب كل المكونات على بعض بالطريقه دي. يبقى نقول المكونات الجافه مع بعض: كوبايتين دقيق متعدد الاستخدام، كوبايتين سميد وسط، نص كوبايه سكر، ذره ملح. طبعا الخميره اللي عملتها قدامكم ابتديت بيها. ومعايا كوبايه سمنه، كوبايه سمنه على زيت او سمنه كامل او زيت لوحده حسب ما بتحبي. المهم زبده لا. وابتدي اقلب كله بالطريقه دي، والسمنه بتاعتي تكون بدرجه حراره الغرفه بالشكل دوت. بس اسهل ما يمكن، اسهل ما يمكن، وحلوه قوي للفطار مع كوبايه شاي. طبعا ابتدي ابسها كده اهوت لغايه الخميره بتاعتي ما تتفاعل. انا حبيت اقول لكم وحشتوني بجد. بعمل حاجات كتيره بس اللي هو بقى مش عارفه ان انا ما برضاش اصور، ما برضاش انزل. بس على الله ارجع تاني، على الله ارجع معاكم تاني. بجد نفسي ابقى معاكم على طول. يا ريت تشجعوني، يا ريت تشجعوني بالله عليكم. تشجعوني كده ولو كلمة كده حلوة منكم هتفرحني. مش هطول عليك الفيديو ومش هتكلم كتير، انتوا عارفين ان انا بحبكم ازاي. وهي زي ما انتي شايفة بجد ما كملتش 5 دقايق، دي ما كملتش 3 دقايق بالظبط كده اهوت، واتفعلت بالطريقة دي. ابتدي بقى اضيف المكونات بتاعتي. الاول اعملها كده اهو وهعجنها بايدي بس مش كتير يعني، عشان السميد اصلا ما بيحبش العجن الكتير. طبعا عشان انا عملتها قبل كده ضفت الميه بتاعتي كلها، عارفه ان هي مش هتحتاج اي حاجه. يعني عارفه ان اللي هي كوبايه الا ربع الميه، عارفه ان هي بس على القد. بس زي ما انتي شايفه مش هتحتاج اي ميه خالص. بعجنها بالشكل دوت. اكون محضره الصينيه بتاعتي. بصي كل اللي عملته ان انا لميتها كده العجينه بايدي، لم كده زي ما انت شايفه. سامعه الصوت ده بقى معناها ان هي ايه، ان هي اتفعلت كده اهوت الدقيق مع السميد. خلاص كده اهوت. وهي بعد ما تعتبر ايه يعني كده خمرت، ابتدي اقسم العجينه نصين بالشكل ده. اكون محضره الصينيه بتاعتي
بس الجزء اللي من تحت بيبقى اكتر شوية من اللي فوق. بصي زي ما انا عملتها كده اهو. والحشوة بتاعتنا كوباية سميد اللي انا عملت بيه البسبوسة، كوباية سكر، قلبهم كده مع بعض، معلقة كبيرة كاكاو، انت اعمليها قرفة ماشي حسب ما تحبي، ربع كوباية مية، وابتدي بقى ايه اخليها زي رمل البحر، ابتدي اخليها زي رمل البحر بالشكل ده. وهي بقت بالشكل دوت زي ما انت شايفه. ابتدي بقى افردها على الصينيه بتاعتي. جميله بجد، جميله وخفيفه، تحتري في الفطار، هتعمليها بكل سهوله. وسعت الحشوه كلها نفس الطريقه برضو، حطيتها على ظهر صينيه وابتدي انزلها بالشكل دوت. هعملها قدامكم بقى المره دي. بصي ولا تفرجي ولا اي حاجه، زي ما انت شايفاها بالشكل ده. تبتدي بقى ايه لو كده اهو توسعيها، ما تخافيش اتقطع، مفيش حاجه هتبان خالص خالص خالص. بصي اديها بقى الحجم اللي انت عايزاه في ايدك انت ده. العجينه بتاعتك كويسه ما تخافيش، شديها وقربيها على بعض. قوليلي بقى كلفتك ايه؟ ما كلفتكيش حاجه، هما كوبايتين دقيق مش محصلين نص كيلو، هو خدت نص كيلو سميد كله عشان خدت منها كوبايه للحشوه. السكر بيبقى عندك، الزيت بيبقى عندك، يعني كل اللي كلفك من بره هو نص السميد. وابتدي اقفلها كده اهو، لازم تقفليها. انا هقفلها بايدي، اقفليها بالشوكه زي ما انتي تحبي، وتقطعيها وعلى فرن سخنه، بس دي مش هتبان خالص عادي، وعلى فرن سخنه تكوني حطاها كله داير ما يدور بالشكل دوت. قطعي التقطيعه بتاعتك اللي انتي بتحبيها، واهم من كل ده ما تدخلهاش الفرن على طول، تسيبيها ترتاح ساعه، تسيبيها ترتاح ساعه. وبعد كده بقى ايه تبتدي تكوني مولعه الفرن. اي تقطيعه تحبيها، نص ساعه كده ولا ساعه ترتاح، وبعد كده دخليها الفرن. وهقطع معاكم حته هتشوفي بقى جمالها بجد. اهي زي ما انت شايفه الحشوه بتاعتها، زي ما انت شايفه الحشوه بتاعتها جميله. هوضحها لك اكتر اهي بجد جميله جميله، حجازيه بمكونات سهله، ما كلفتنيش اي حاجه الا يعتبر نص الدقيق، نص السميد وكوبايتين الدقيق. هتنفعك في الفطار.